انت متأكد انك عايز تبقى سعيد؟ كلنا عارفين ايه هي السعادة الحقيقية. وانا هنا مش بسأل عن السعادة المزيفة اللي بنحطها في ستوري على الواتساب او على الفيسبوك ولا على الانستجرام. انا بتكلم عن السعادة اللي بتحسها جوه صدرك وانت ساكت، السعادة اللي بتحس بيها وانت لوحدك، السعادة اللي مش محتاجة شهود ولا مجهود علشان تثبتها، اللي مش محتاجة جمهور علشان يسقف لك علشان تحس بيها. بالمرة خليني أصدمك وأقولك السعادة مش موجودة لكل الناس. أيوة، زي ما بقولك كده، في ناس عمرها ما هتعرف تعيش سعيدة ولا مبسوطة ولا هتحس بالسعادة، ومش علشان الظروف عكسهم أو عندهم نقص لا سمح الله، مش علشان الدنيا قاسية عليهم، ومش علشان قلة الفلوس، ولا علشان قلة النفوذ، ولا قلة الأصل. لأ، علشان ببساطة السعادة قرار داخلي للي يقدر يتعايش مع ظروفه. يعني انت عايز تقولي ان الانسان اللي مش لاقي شغل ممكن يكون سعيد؟ الانسان اللي مش عارف يوفر احتياجات ولاده ممكن يحس بالسعادة؟ الانسان اللي شايل فوق دماغه ديون ومش عارف ينام من الهم ده ممكن يكون سعيد؟ وغيره وغيره وغيره. خلصت كلامك؟ تعال ارد عليك. انا عارف انك دلوقتي بتقول لنفسك الكلام ده كلام فلسفة، كلام نظريات، كلام من ناس مرتاحة وشبعانة وبتتكلم من جوه التلاجة. بس خليني أقولك الحقيقة اللي محدش هيقولها لك. السعادة عمرها ما كانت فلوس، وعمرها ما كانت شغل، ولا كانت ظروف حلوة ووحشة. السعادة في جوهرها قرار، قرار داخلي، لا بيشتري غني ولا بيستلفه فقير. عارف، قلة الفلوس دي اسمها ظروف، ما اسمهاش أسلوب حياة. مش هتلاقي إنسان طول عمره مش لاقي شغل، إنما هتلاقي إنسان طول عمره حابس نفسه جوه حزنه، مخلي الزعل عايش معاه زي ما يكون حد من عياله. حتى اللي معاه ملايين ساعات بيبقى أكتر واحد تعبان. ليه؟ علشان الفلوس عمرها ما كانت نهاية الطريق، هي مجرد باب بيودي لتحديات تانية. واحد حاطط فلوسه في البورصة تنهار الأسهم، واحد فاتح مشروع بملايين يغطي بالعافية مصاريفه، واحد يحل مشكلة يدخل في حكاية جديدة. الإنسان ده لو وقف بس يحسب سعادته الحقيقية هيلاقيها لحظات قليلة جدا جدا، علشان دايما عايش للمشكلة اللي جاية، للتحدي اللي بعده، للسباق اللي عمره ما بيخلص. أنا اللي عايز أقوله لك ببساطة، السعادة مش نتيجة، مش مكافأة، السعادة اختيار. السعادة لحظة بتقول فيها لنفسك أنا دلوقتي هعيش رغم كل اللي حواليا. أنا دلوقتي هختار أبص للحلو مش للوحش، أبص للكامل مش للناقص. اللي بيستنى الظروف تتعدل علشان يفرح هيفضل طول عمره مستني. اوعى ثم اوعى تربط سعادتك بفلوس او بظروف انها تتحسن علشان تبقى سعيد. وكمان اسمعني كويس في اللي جاي، اياك تربط سعادتك باي انسان مهما كان. اوعى تدي حد مفتاح روحك، اوعى تدي لحد صلاحية امتى يطفيك وامتى ينورك. اوعى تخلي حد يقرر امتى تضحك وامتى تبكي، امتى تحس انك عايش وامتى تحس انك ميت وانت عايش. عارف ليه كلامي ده؟ لان الانسان، اي انسان، ممكن في لحظة يتغير عليك. مش شرط علشان هو وحش او خاين او ما يستاهلش، لا ابدا. ممكن علشان هو نفسه بيغرق في تحدياته وفي شهواته وفي ضعفه، وتيجي انت في اللحظة اللي مستني فيها جرعة السعادة يديلك هو ظهره، وفي اللحظة اللي انت محتاج فيها وجوده ممكن يختفي. تخيل تبني سعادتك على شخص عنده قلب مش بإيده، وحتى لو بإيده عمره ما هيحس باللي جواك، عمره ما هيحس باللي انت حاسه. اوعى تبني سعادتك على شخص هو نفسه مش باني سعادته عليك ومش ضامن بكرة. السعادة الحقيقية منبعها جواك. محدش في العالم، ولا فلوس ولا شغل ولا حب ولا صديق ولا حتى ولادك، محدش مسؤول
يشيل على كتافه مسؤولية إنك تبقى فرحان ولا تعيس إلا نفسك. أنت اللي بتختار، أنت اللي بتقرر، أنت اللي بتقول لنفسك أنا هعيش اللحظة دي رغم نقصها، رغم وجعها، رغم اللي راح واللي جاي، رغم اللي حصل واللي لسه أنت مش عارفه، اللي لسه هيحصل. لو قدرت توصل للحظة دي تبقى فهمت المعنى الحقيقي للحياة وللسعادة. مش هتستنى حد ينقذك، مش هتستنى الدنيا تبتسم لك، انت هتبقى ببساطة حر. مش معنى كلامي اني بقولك ما تسعاش، مش بقولك اقعد مكانك وخليك راضي. انا بقولك لو فضلت مستني الظروف تبقى مثالية علشان تحس بالسعادة عمرك ما هتفرح. لان حتى لما ربنا يرزقك وفلوسك تكتر وهمومك تقل، دماغك هيخلق هم جديد يشغلك بيه. المخ كده بيحب يدور على التحديات، المشاكل اللي جاية، اللي احنا بنسميه التخطيط لبكرة. انك تنسى تعيش دلوقتي علشان شايل هم بكرة. ولو رضيت ده مش معناه انك هتبطل تسعى، لا اطلاقا. الرضا مش معناه الاستسلام، الرضا معناه انك تقدر نفسك في الرحلة مش بس في النتيجة. كل خطوة بتاخدها حتى لو صغيرة هي إنجاز، واللي يعرف يفرح بالصغير هيفرح لما يوصل للكبير. في نهاية كلامي عايزك تفتكر الحياة دي مش سباق ولا مقارنة، ولا إنك توصل تبقى أحسن واحد ولا أغنى واحد ولا أكتر واحد محبوب. الحياة دي لحظة بتعدي، واللحظة دي أنت الوحيد اللي بتقرر تعيشها إزاي. عايز نصيحتي؟ اقبل نقصك، اقبل ضعفك، اقبل وجعك، لأن الكمال وهم، والسعي للكمال فخ بيحبسك جواه. ما تستناش الدنيا ترجع لك حقك علشان ترتاح، ما تستناش الناس تعتذر لك علشان تسامح، ما تستناش الحب يوصل لك علشان تحس انك تستاهل تتحب. عيش كل يوم كأنه فرصة جديدة تكون أقرب لنفسك مش أقرب للناس. الناس بتيجي وتروح، المشاعر بتيجي وتروح، الظروف بتتغير، بس انت لو فضلت واقف مع نفسك صادق مع نفسك هتفضل دايما عارف انك مهما حصل لسه واقف. عايزك كمان تفتكر السعادة مش هناك، السعادة هنا، في قلبك، في اللحظة دي، في اللحظة اللي انت بتسمعني فيها. خد قرارك وقرر انك تبقى سعيد. لو وصلت للحظة الصدق دي صدقني انت كسبت اعظم معركة في حياتك. لحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. اشوفكم في حلقات كتير ان شاء الله، وسلام.